عارف انك بتضيع وقتك، بتقعد بالساعات قدام الموبايل وكل شوية تقول هقوم وما بتقومش. يا ترى ليه وايه اللي بيحصل جوه دماغك؟ يلا بينا نعرف. اول حاجة هنتكلم عنها وهي التناقض الغريب، وهو ان احنا بنبقى عارفين الصح لكن مش بنعمله، عارفين اننا بنأذي نفسنا لكن بنكمل. تفتكر ليه؟ لان في حاجات خفية بتحكمنا. تاني حاجة وهي السر النفسي، دماغك بتحب الحاجة السهلة المريحة حتى لو غلط، وده اسمه إدمان الراحة. كل مرة تهرب من الشغل أو الدراسة أو الصلاة، دماغك بتكافئك كأنك عملت إنجاز. نيجي لتالت حاجة والأهم، إزاي نكسر الدايرة دي. ابدأ ب5 دقايق بس من الصح، مش لازم تتغير 180 درجة، كفاية خطوة واحدة. اكتب على ورقة أنا مش مرتاح، لازم أفوق، أو أي جملة بتأثر فيك وكل ما تكسل افتكرها. استبدل الراحة الزايفة دي براحة حقيقية، الصلاة، إنجاز بسيط، مكالمة مع حد بتحبه. انت مش ضعيف، انت بس فاهم دماغك غلط. غير طريقتك ومن نفسك، هتلاقي النتيجة تتغير. وفي النهاية ما تنساش تفكر بوعي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم